يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. الصباح صارت لنا حادثة، كنا نحوسوا على مكان باش نقاري، شفنا شرطي: السلام عليكم، شاف نقدروا نقاري؟ قال لك تفضل قاري. رحنا قضينا الصالحة 10 دقائق ولينا، كي جينا قال لك أعطيني وثائق السيارة. معليش ماشي مشكل، عطيت له وثائق السيارة، بصح الشاف سألنا منه ما على بالوش كاع بيا، عمر لي بلوصي، محالي البرمي، وهذه هي. ولكن باش أنت تحقر أخوك المسلم وأنا استأذنت منك، ثم بعد ذلك ما توفيش بالوعد اللي وعدتنا به، قلت لنا قاري ومن بعد درت علينا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فإنسان ما يحقرش أخوه المسلم ويكون يعمل بصدق ولا يفضل فلان على فلان. فهذه النصيحة. ونحن عندما نكون ننشر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كاينة كلمة نقولها دائما: اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار. ولكن كي نشوفوا هذه الأمورات والله يعني نتأسفوا، يغيظنا الحال. فإن شاء الله هذا الفيديو يوصل لخوتنا اللي راهم يخدموا بالشرطة. ربي يحفظكم وربي يصلح رايكم على كل حال، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.